الله يخليك، انا مداخلتي بس البسيطه بخصوص اللي بقول عنه وبنعاني منه احنا الاداره من الاشاعات واللي انت كنت بتدافع عنها. يعني الاعلام في برنامجكم في الجزء اللي كان مخصص عن ابو سبعان، يعني شفنا ولاده اشاعه وما شاء الله كبرت وتجوزت وخلفت. طيب في حكايه بامكانك تعلق الان، تفضل. الان ايوه من الان اعلق، بس يعني قبل ما اعلق انا اطلب حاجه. نعم. يعني من حق اي مراسل ومن حق اي صحيفه الاحتفاظ والكتمان عن المصادر اللي بتديها المعلومات. طيب. ولكن اذا كانت المصادر هذه بتسبب ارق وتكون المصادر كلها كاذبه واشاعات، فمن حقنا نعرف من هي المصادر دي. ده اكيد مو من حقك يا اخي، اكيد مو من حقك باشمهندس، نهائيا مش من حقك. اذا بيكذب علي بيطلع اشاعات. انت على الهواء الان، انت على الهواء رد عليه قول له هذا الكلام مش صح. انا احب اقول حاجه واحده. ابو سبعان لاعب اتحادي. طيب احنا جددنا معه عقده في شهر 12 ومستمر معنا ال5 سنوات. فكل ما اطلق وانه لاعب حر وانه كذا وانه الاداره يمكن ما تبغاه والاداره تبغاه ولا اللاعب حر والاداره غلطت، يعني بس كان نفسي بحاجه واحده تصير، انه يتم بس يعني يا اتصال بينا يا اتصال بابو سبحان للتاكد من صحه الخبر قبل اذاعته. لا مش منطق يعني بعد هذا. من حقنا احنا من حقنا تسووا معنا كده. دقيقه مهندس عادل، مهندس عادل معلش خليني اقول لك شغله بس دقيقه معلش. خليني بس اقول لك حاجه واحده بس يا عزيز، اقول لك حاجه. لما واحد يجي يطلق اشاعه من حقك انت تطلق اشاعه على شيء، يا انه على اداره يا انه على لاعب. لا مش اشاعه معليش، مش اشاعه، ما عمرنا اطلقنا في البرنامج اشاعات. بقول لك شيء باش مهندس، مش معناها اكيد لما نتصل عليك واقول لك عندك مشكله في اللاعب اكيد حتقول لي لا، يعني مش منطق صراحه اني اتصل عليك عشان اقول لك بتطلع تقول والله فعلا عندي مشكله. على الاتحاد السعودي. انا عندي مشكله. العقد حق الاتحاد السعودي، العقد حق ابو سلعاب موجود في الاتحاد السعودي. طيب انا اعطيت معلومه مهندس، معلش انا اعطيت معلومه، انت الان ظهرت وقلت هذه معلومه مش صحيحه. لا ما هي معلومه، انت مدت معلومه. لا هذه معلومه وعندي مصدر ومتاكد منها. انت مدت معلومه، انت اديت اكثر من معلومه انه دخل في مفاوضات مع لعيبه ونادي عاصم حيتفاوض معاه، هذا اكثر من معلومه. طيب هذه معلوماتي، اذا مش صحيحه انت قول مش صحيحه. لا ما هي معلومات، هذه الاشاعه، هذه ما هي معلومات. لا مش اشاعه، ما اسمح لك مهندس، ما اسمح لك هذه معلومات مش اشاعه. اذا عندك معليش مش اشاعه، هذه معلومات تبغى تنفيها مالك حق تتكلم تقول هالكلام. باش مهندس معليش، احنا عشان نتصل عليك باش مهندس معليش، احنا هذه اول مره انت تتجاوب، للاسف احنا اذا بغيناكم في اشياء ما تتجاوب، بس لما قلنا معلومات طلعتوا. خلنا اقول لك شغله، هذه معلومه واحنا متاكدين معها، تبغى تنفيها تقول اشاعه مش من حقك، احنا ما نطلع اشاعات. لو سمحت معلومه اثبت لي صحتها. ما يخصك، هذا شيء ما يعنيك. تقول معلومه متاكد منها ويثبت صحتها. ما هو مطلوب مني اني اثبت لك، ما هو مطلوب اني اثبت لك يا باش مهندس، مش مطلوب اني اثبت لك. انا اثبت لاداره القناه عندي. اذا الطريقه دي معلش، يعني انا معلش اسمح لي، لا نغالط نفسك ونتكلم بالمنطق. انت بتطلق لا معلش، انت داخل بس كذا بعنف. مش مهندس، عندنا معلومه تطلق على نادي الاتحاد كل المعلومات. عندي معلومه قلتها وطلعت ونفيتها، انتهى الموضوع باش مهندس، شكرا لك خلاص. مش اختراع هي. سلام. كل واحد بعد طلعنا على الهواء يتفلسف. احنا عندنا معلومات وسمحنا لك تطلع وتنفي المعلومه، انتهى الموضوع. بلاش ندخل في اشاعه وما اشاعه، كل هالمشاكل عندك في الاتحاد وقفت على المعلومه هذه باش مهندس. انا ما اعرف صراحه يعني الى متى احنا نتعامل بهالطريقه. عادل جمجوم بنفسه اكثر من مره نتصل عليه نقول له يا باشمهندس تعال نبغاك تعلق، والله ما عندي تعليق. اليوم يوم جبنا معلومه طلعت، يوم جت المعلومه على الجرح طلعت يا باشمهندس. انا ما اعرف صراحه وش هالمنطق.